هادي هي الراجل اللي كنا كنتسناه. 3-0 في دونو، والسر لمسة المدرب فاضل، والروح اللي جابوها الصفقات جداد. الفرقة ولات كتعرف تسيطر وتقتل الماتشات، والنسر بدا كيرجع لبلاصتو الحقيقية اللي هي مقدمة الترتيب. في الميليو التيران بان لينا مايسترو جديد سميتو أيمن برقوق اللي ضبط الإيقاع ولعب كرة نقية، وشفنا الجرأة ديال حليمي صانع الألعاب اللي ما كيخافش يتيري من بعيد. هاد التوليفة هي اللي عطات الهيبة للميليو ديال الرجاء هاد الماتش. وسط هادشي كامل شفنا انقسام الجمهور الرجاوي، محسن متولي في دونو ولكن ماشي بتوني ديال الرجاء، في الوقت اللي بعض الجماهير صفقات عليه فاش طلع يدير لي شوفمون، البعض الآخر صفر عليه فاش كان غادي يدخل البديل. وهادشي كيلخص قصة حب وغيرها مركبة بين جمهور الرجاء ومحسن متولي، واللي بالمناسبة كنتمناو ليه الشفاء. هجومنا اليوم كان في نهار الأردني شرارة احتاج 2 ماتشات كرسمي باش يحط أول أسيست ليه، والنفاشي أكد الرجوع ديالو، استغل الأسيست بأحسن طريقة باش يماركي البيت الأول، وخافي رد عليه اللي حتى أنا رجعت وماركت الثاني من بعد ما تبع الكرة بذكاء في الريباوند بيش غيعطي دوباج معنوي باش يرجع بلاصتو الرسمية. في الدفاع شفنا بعدي اللي خرج ماتش ما بيش، وشفنا الجمهور كيفاش كيدعمو، وحتى هو دار لقطة زوينة فاش اعتذر على المستوى اللي بان به الماتش اللي فات. ولكن غالبا هذه آخر مرة غادي نشوفوه كظهير أيمن، خصوصا كاين بالقصوش والعملود، وممكن يولي خيار تاني في الجهة اليسرى. باختصار لمسة فاضلو بدات كتبان، وانتدابات جديدة سدات بزاف ديال التغيرات. الرجاء غادي في الطريق الصحيح، الانسجام بدا كيبان. وانتوما شنو هي اكثر حاجه عجباتكم في الرجاء؟ شغف وفراجه، حيت الرجاء ماشي غير كوره ولكن حكايه كتعاش.